في الفيديو ده هتشوفوا يوم استثنائي مع إعصار اللي من أول لحظة اتقابلنا فيها كانت حكايتها مليانة مفاجآت. في البداية كانت لما خدت البوم قمر في زيارة خاصة لبيت صديقي عبد الله، وإعصار زعلت جدا، حسيت إن في غيرة واضحة في عينيها، فقررت أعوضها وأخدها معايا المرة دي لبيت عبد الله. أول ما وصلنا عند عبد الله وفتحنا الباب لقينا مفاجأة جديدة كليا، الوز، حاجة ما كناش متعودين عليها هناك، وكان استقبال غير متوقع على السطح. الجو كله كان مليان حياة وحركة، وده خلى إعصار متحمسة أكتر. بعد كده بدأت أهتم بيها هناك وحميتها كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده، عشان كان باقيلها فترة طويلة أوي ما اتحمتش، وبدأ يبقى فيه بقايا أكل صغيرة على الريش. وبعيدا بقى عن فوائد تحمية الطير في ضبط درجة حرارة جسمه أو تظبيط ريشه وكده، فانت لازم على الأقل تحمي طيرك في الشتاء على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، وفي الصيف على قد ما تقدر حتى لو مرة أو مرتين كل يوم، لأن دي طيور مهاجرة وبتيجي عندنا في فصل الشتاء بس، فهي طيور ما بتستحملش درجات الحرارة العالية، في الصيف بتتعب جدا، فلازم تحميها على الأقل كل يوم أو مرتين أو 3 على قد ما تقدر عادي. وطبعا المرحلة الأساسية بعد تحمية إعصار هي تشميسها. أخدت إعصار وقعدت بيها في الشمس عشان تتشمس وتستمتع بالجو. اللحظة دي خليتها في قمة السعادة، وحسيت إن كل الزعل اللي كان جواها راح، وفعلا بدأت تستمتع بالمكان. مش عايزكم تستغربوا أنا ليه هنا بوستها، لأني فعلا بحبها جدا وبعتبرها زي بنتي بالظبط. وفجأة واحنا قاعدين بنشمس إعصار سمعنا صوت صرخة غريبة جدا. عبد الله جري بسرعة يشوف ايه اللي بيحصل، ولما وصل كانت المفاجأة أرنبة من سلالة الهاي بلس، مش من الأرانب البلدي العادي. حجمها كان كبير بشكل واضح، ولكنها اتزنقت في مدخل صغير معمول أصلا للأرانب البلدي. الموقف كان صعب جدا، خصوصا ان الأرانب كائنات حساسة جدا واي حركة عنيفة ممكن تأذيها. عبد الله بدأ يحاول معاها بكل هدوء وصبر، خطوة بخطوة، لحد ما في الآخر قدر يطلعها بالسلامة من غير ما تتأذي. لحظة كانت كلها توتر وقلق، ولكن الحمد لله عدت على خير. وهنا عبد الله كان بيوثق اللحظة دي، لأن عبد الله عنده قناة على الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك متخصصة في تصوير الحيوانات. اسم القناة بتاعه تصوير حيوانات. فيا شباب بالله عليكم ما تنسوش تدخلوا على الصفحة بتاعته وتتابعوها، هيعجبكم جدا جدا المحتوى اللي بيقدمه عبد الله. طيب الناس اللي بتقول ان اعصار او ان الطيور الجارحة ما بتعرفش صاحبها وبتميزه، تمام؟ هوريكم تجربة عملية ان العقاب او اي طير جارح بيبقى عارف صاحبه وبيميزه عن باقي الناس كلها، تمام؟ اخونا عبد الله معانا اهو، انا اوريكم اعصار، انا بملس اهو، استنى بملس اهو، تمام؟ خالص خالص، يعني الموضوع احط لك ايدي اهي، لو عايز اضغط ايدي اهي اهي، جرب كده يا عبد الله، جرب حط ايدك مثلا ملس على الصدر من تحت كده، خدت بالك؟ هل كمل ما تقفلش الفيديو، هل هي يعني متفق معاها مثلا؟ مش متفق معاها، تمام؟ انا اهو سبحان الله، ليه بقى؟ اهي. وزي ما انتم شايفين انتقلنا من بيت صديقنا عبد الله للجبل، وقررنا ناخد الخطوة الكبيرة ونطلع عشان ندرب إعصار. وهنا وصلنا للاستراحة عند أبو سيد، صلينا العصر وقعدنا استنينا صديقنا كرولوس علشان يجي يدرب معانا غرغر، وهنتحرك على الجبل إن شاء الله. طبعا أول ما بنوصل الجبل بنفك إعصار زي ما انتم شايفين وبنسيبها تطلع الجبل مع نفسها، ولكن المفاجأة النهاردة ما كانتش إعصار، كانت غرغر الغراب النوحي اللي كان متألق وبيبدع النهاردة بصراحة، وهتشوفوا ده معانا بإذن الله. وهنا كالعادة أول ما إعصار شافتني بتحرك ناحية الجبل، اتنقلت من مكانها للمكان القريب اللي بتقف فيه علشان تنتظرني هناك. الله على كده غرب. طبعا شايفين الغرغر كان متألق في التحويم بشكل يخلي أي حد ينبهر بيه ازاي. اطلع قدامي، اطلع قدامي، اطلع قدامي عشان اجيبك في الفيديو.
ما شاء الله تبارك الرحمن. التدريب بدأ بقوة جدا، وكان شكلهم وهم في السماء مع بعض يعني حاجة بجد تخطف العقل. خدت بالك؟ كنت متوقع التمرين هيمشي كويس، لكن فجأة إعصار بدأت تتصرف بغرابة، وزي ما شفتوا كده هجمة كورولوس بشكل غير متوقع. وده كان واضح إن في حاجة مش طبيعية، وكأنها إشارة إن في مصيبة جاية. واللي كنت خايف منه حصل فعلا، كارثة حرفية. فجأة إعصار هجمة كورولوس مجرد ما غرغر وقف على كتفه، وخطفت الغراب غرغر واستذهلنا كلنا وطارت بيه بعيد. اللحظة دي كانت صدمة كبيرة ومليانة توتر، ومكناش متوقعين النهاية دي خالص. انت بتهزر؟ هتبعد حصان، تعالي تعالي. اللي شفته لحد هنا مش كل حاجة، اللي جاي في الفيديو التاني هيكون صادم أكتر. استنوا الجزء التاني لأن المغامرة لسه مخلصتش.